طيب احنا كده النهارده هنتكلم عن الجزء الثاني من الاسسمنت. خلاص. طيب احنا قلنا عندنا بعض الاشكال اللي جينا في الاسسمنت بالشكل ده، تمام، وهيطلب مني اسم الشكل بتاعي واسم الشارت. ده احنا قلنا اسمه ايه؟ باي تشارت. وده بار تشارت. اللي بالطول اسمه بار، اللي بالعرض اسمه كولوم. ده اسمه كولوم. خلاص. طب ده لاين تشارت او ستاكد لاين تشارت، مش كلاستر. الكلاستر بيبقى نفس الكلام ده، بيبقى نفس البار تشارت بس متجمعين مع بعض. خلاص. ده تكتب له لاين تشارت او كلاستر او ستاكد لاين تشارت. تمام. ده اريا تشارت. طب وده دونت. تمام. طيب اللي تحتيهم دول البابل والسبايدر سكاتر بلوت، وعندنا ده اللي هي الهيت ماب، وده الجيج. خلاص. طيب ده حد فاكره؟ اهو كومباريزون شارت. خلاص. ده ستاكد بار تشارت. ده ستاكد مش الهيت ماب، ده ستاكد بار تشارت. خلاص. طيب ايه؟ انهي؟ مش فاهم. انتوا شايفين الشيت ده؟ انا هبعته لكم. ده اللي جه في الاسسمنت. خلاص. طيب تعالى هنا في السؤال الثاني في الاسسمنت بيقول لك ايه؟ بيقول لك specify the types of following diagram. هيديك اشكال بالشكل ده وانت هتحدد التايبس بتاعته. خلاص. فانا لو عندي هنا باي تشارت وعندي stacked area chart stacked column chart ووتر فول شارت. خلاص. تعال نشوف هو حلها ازاي. قال لك ان الباي تشارت والستاكد كولوم والستاكد اريا تشارت والووتر فول تشارت الاربعه دول كده مع بعض اسمهم كومبوزيشن. يبقى انت تكتب لي كلمه كومبوزيشن. خلاص. هتقول لي ان الاربعه دول عباره عن ايه؟ عن كومبوزيشن. طيب نيجي للجزء بتاع الكولوم تشارت والبار تشارت والسبايدر واللاين تشارت. دول عباره عن ايه؟ او الرادر تشارت. الاربعه دول عباره عن كومباريزون، بستخدمهم عشان اعمل مقارنات. خلاص. طيب السكاتر بلوت والبابل تشارت الاثنين دول ريليشن شيب. ايه هي العلاقه والكورليشن ما بين الاتريبيوتس؟ خلاص. طيب الهيستوجرام والسكاتر تشارت نفس الكلام. السكاتر تشارت ينفع تحت الديستريبيوشن وينفع تحت الريليشن شيب. تمام. فالاثنين دول الهيستوجرام شارت والسكاتر شارت الاثنين دول ديستريبيوشن. فلما اجي هنا كده يقول لي حدد لي، ادي هنا الاربعه دول الووتر فول والستاكد كولوم والباي تشارت دول كده اسمهم ايه؟ كومبوزيشن. اللي تحتيهم دول كومباريزون. خلاص. طيب دول ريليشن شيب، دول ديستريبيوشن. خلاص. ده ثاني سؤال. حد عايز يسأل؟ طيب specify the features of the following diagram. نفس الكلام برضو هحدد هو composition ولا comparison ولا relationship ولا distribution. لما يقول لي هنا البارز، قال لك البارز دي عباره عن ايه؟ قول له عباره عن comparison. الباي دي عباره عن ايه؟ composition. كبر الصوره شويه. البار دي عباره عن ايه؟ والباقي ده عباره عن ايه؟ عباره عن كومبوزيشن. خلاص. طيب الهيستوجرام احنا لسه قايلين عباره عن ايه؟ سيبك بس الكلام ده كله خلاص. عم شغلنا انا بقى ربنا والله. عايز نقول ايه؟ استنى في الفيديو بس دي. طيب حبايبي هنا الفيتشرز دي هي نفس الحته اللي فوق دي. انا لو لقيت اي واحده من دول بقول عليها ان هي كومبوزيشن، صح؟ لو لقيت اي واحده من دول بقول عليها ايه؟ كومباريزون. طيب تعالى هنا لما اديك دي البار دي فين؟ البار تشارت اهي في الكومباريزون، صح؟ يبقى دي كده ايه؟ اقول عليها ان هي كومباريزون. طيب تعالى للباي تشارت. الباي تشارت دي فين؟ في الكومبوزيشن. يبقى الفيتشر بتاعها اسمه ايه؟ كومبوزيشن. الهيستوجرام في الديستريبيوشن. اللاين ده في حاجه اسمها ايفالويشن.
او ايفوليوشن. خلاص. في لاين برضو هنا لاين تشارت برضو موجود في الكومباريزون، كتبت دي او كتبت دي الاثنين واحد. خلاص. بس خلينا ايه زي ما الكتاب بيقول، يعني هنا اللاين ده هخليه ايه ايفوليوشن، وعندي ريليشن شيب السكاتر بلوت، وعندي حاجه اسمها البروفيتنج لا البروفيلنج. خلاص. البروفيلنج اللي هو ايه، اللي هو فيلنج معناها الملء، ان انا بملى بيانات او بملى حاجه. خلاص. في حاجه هنا اسمها الجروب بارز اللي هم بارز متجمعه مع بعض زي البار تشارت، دي بتنزل تحت حاجه اسمها بروفيلنج. خلاص. طيب طبعا كل اللي تحت ده يندرج تحت ايه كلمه ايه كومباريزون، وكل اللي تحت ده يندرج تحت كلمه ايه ودول. يعني لو جيت قلت لك المثال ده اللي اسمه بوكس بلوت، البوكس بلوت ده تحت كلمه ايه ديستريبيوشن، يبقى لما يجي لك يقول لك ده نوع ايه تقول له ايه. طب تعال نشوف شكل الامتحان او شكل الاسسمنت هيجي لي ازاي. هيجي بالشكل ده، هتيجي عند كل واحده من دول وتقول لي دي نوعها ايه. والله البار ده عباره عن ايه كومباريزون، الدوت بلوت دي او البوكس بلوت او الدوت بلوت دي عباره عن ايه ريليشن شيب، السكاتر هي الريليشن شيب، الدوت بلوت اللي هي دي ادي الدوت بلوت تحت الكومباريزون. خلاص. نفرق بين الاثنين، نفرق ما بين الدوت بلوت وما بين السكاتر. شايفين السكاتر عامل ازاي وبين الدوت بلوت عامل ازاي. وهو اصلا كاتب لك اسمها، كاتب لك دوت بلوت، كاتب لك هنا سكاتر. خلاص. كده كده الامتحان ان شاء الله يبقى على يومين مش يوم واحد. خلاص نخليه الخميس والاثنين، تمتحنوا بكره الجزء ده واليوم الاثنين تمتحنوا جزء تاني، مفيش مشكله. ما انت بكره تمتحنوا عمل ونظري برضه بس مش كله، يعني عندنا 5 اوت كام هنمتحن فيهم كلهم، دول اللي هتمتحنوا فيه بكره، كل ده بكره هتمتحنوا فيه. خلاص. معاكم 3 ساعات. خلاص. طبعا 3 ساعات بس انتوا هتخلصوا في ساعه. اعمل لكم كده ستوب واتش كده على الحيطه ساعه تكونوا كلكم خلصتوا عشان انا عايز امشي. طيب ده هنا سؤال الماتشنج. سؤال الماتشنج انك ايه ده مش الحل بتاعه، يعني محدش يقول لي توتال ريفينيو اوف كرنت يير معناها الكارد، لا ده هنا بيقول لك وصل كل فاريبل من دول بالتشارت اللي ينفع معاك. خلاص. فالحل بتاعه بالشكل ده. الجندر احنا قلنا الجندر ده عباره عن ايه؟ هاجي هنا كده على الجندر، فين الجندر اللي هو ده، فين الباي تشارت اللي هو ده، اروح موصلهم ببعض، او ان انا اعملهم بالشكل ده جندر باي تشارت. البروفيت اوفر تايم قلنا عباره عن ايه؟ لاين تشارت. ادي البروفيت اوفر تايم. محدش يقول لي اللي قدامها كذا، اللي قدامها ده اللي هو ده توصيل، اختار من دول. خلاص. بروفيت اوفر تايم ده عباره عن مين؟ عن لاين تشارت اللي هو ده. طيب نيجي للبرودكشن اوف مالتيبل برودكت ان ايتش كوارتر. قلنا في اختلاف في المنتجات وفي اختلاف في الكوارتر، يبقى عباره عن ايه؟ ستاكد بار تشارت. خلاص. طيب هو احنا عندنا حاجه اسمها ستاكد بار تشارت ولا كلاستر بار تشارت؟ ده كده اسمه كلاستر بار تشارت مش ستاكد بار تشارت. خلاص. ده كده اسمه كلاستر، الناس اللي سامعين الفيديو تعدل، ده كده كلاستر بار تشارت مش ستاكد بار تشارت. خلاص. طيب بروفيت ريليشن with this produced، بروفيت ريليشن with units produced دي عباره عن كارد. خلاص. طيب البرودكتيفيتي الانتاجيه اوف each product relation with working hours سكاتر دياجرام. عايز ايه؟ ايه؟ ستاكد لاين مش ستاكد بار. ستاكد لاين تشارت، وقلنا في حاجه اسمها كلاستر بار تشارت. خلاص. لكن ستاكد بار تشارت دي ما سمعتش عنها قبل كده بصراحه. خلاص. طيب ومش انا اللي حل عشان ما حدش يقول لي طب انت اللي حل، بس مش انا اللي حل. بكره عشان هتتبص في الرومان في الله. ايه؟ ريح دماغنا اهو، ده كده مش اسمه كلاستر، ده مش اسمه ستاك، ده اسمه كلاستر. الرومان في الله بس بسرعه. الرومان في الله لازم تبقى في الرومان في الله. لا اكيد في الله طبعا يعني زي في الرومان. بس بعد اجهزه يعني خلاص خلاص افتح لهم شات جي بي تي على كنا بنتكلم فيه امبارح في الفيديو. ايه؟
ايه ماشي. طيب خلاص. البرودكتيفيتي اوف ايتش برودكت ريليشن with working hours ده عباره عن ايه؟ سكاتر دايجرام. الامبلويي ايج عباره عن ايه؟ ستاك بار تشارت. برضو قلنا الامبلويي ايج ده ما عنديش حاجه اسمها ستاك بار تشارت، عندي حاجه اسمها كلاستر بار تشارت او ستاك لاين تشارت. خلاص؟ فاحنا هنخليها ستاك لاين تشارت. طب ليه هنا قلت ستاك لاين تشارت وهنا ما قلتش ستاك بار تشارت؟ عشان هنا اتش بورت هنا الايدج ده كونتينوس ولا كاتيجوريكال؟ يبقى استخدم معاه لاين تشارت. خلاص؟ يبقى هنا ستاكد لاين تشارت. طيب الريفينيو اند كوست اوفر تايم، الربح الربح والتكلفه اوفر تايم. كومباوند لاين تشارت او ستاك لاين تشارت برضه تنفع، لان انا ايه عندي هنا حاجتين، عندي حاجتين في اللاين تشارت صح؟ عندي بس هو خلي بالك في حاجه، هو احنا هنا بنختار منين؟ بنختار من دول تمام؟ فما ينفعش ان انا ازود حاجه من عندي، فانا هرجع هنا تاني كده هغيرهم وارجعهم زي ما كانوا. كلاستر ده هخليه ستاك علشان في الاختيارات مفيش كلاستر بره تشارت، في ستاك. خلاص؟ غلط في الاختيارات اصلا. لا مش غلط في الاختيارات، خلاص احنا هنخليها الاختيار كده، المخرج عايز كده. طيب احنا غيرنا دي صح؟ ستاك بار شارت طلع فيه اهو، هنكتب الشاشه، ما في الشاشه موجود. طيب هستاك بار شارت. خلاص؟ يا ماما في حاجات يعني انتوا اخدتوا، مش قلنا عندنا 17 نوع؟ هل اخدنا 17 نوع كلهم؟ اللي احنا اخدناهم في ستاك لاين تشارت وفي كلاستر بار تشارت صح؟ حد فيكم سمع عن الستاك بار تشارت؟ نسال شات جي بي تي اهو. Is there هل في chart named stacked line chart؟ هيقول لك فيه لا انا كنت عارفه بس انت غلط. بس على ايه؟ يس. Yes, stacked bar chart is a type of bar chart in which the bars are divided into segment to represent different size. بص قصه ان في stacked bar chart في stacked bar chart، بس استخدامه يعني الاشهر والاستخدام الامثل في مع البروفيت اوفر تايم والكوست مش الستاكد بار تشارت، لا هو الستاكد لاين تشارت، بس عشان هو مش موجود في الاختيارات فبالتالي انا بختار ايه؟ بختار اللي موجود قدامي. فانا موجود قدامي هنا ستاكد لاين او ستاكد بار تشارت، فخلاص هختاره. يبقى لما اقول لك هنا بروفيت ريليشن ويز يونت ده كارد. لما اقول لك هنا مثلا الستاكد بار تشارت، لما اقول لك برودكشن اوف مالتيبل برودكشن اتش كوارتر، الانتاجيه للبرودكتس مختلفه وكوارترز مختلفه. في المثال العادي اللي اخدناه في السلايد كان عباره عن مين؟ كلاستر بار تشارت. هنا اسمه ستاكد بار تشارت. خلاص يا عم مشكله. خلاص؟ طيب لا هنا مش غلط. طيب امبلويز ايج ستاكد بار تشارت، الريفينيو اند الكوست اوفر تايم، التكلفه والربح خلال التايم، كومباوند لاين تشارت او ستاكد لاين تشارت. كومباوند بص كده لاحظ كلمه كومباوند هي زي ستاكد بالظبط. خلاص؟ طيب توتال ريفينيو اوف كرنت يير، الربح بتاع السنه الحاليه اللي هي الجيج. قلت لك دي قراءه لحظيه، اي قراءه لحظيه استخدمناها لايه؟ اللي هو شكل العداد اللي هو الجيج. خلاص؟ طيب current customer acquisition compared to target KPI. current customer acquisition compared to target KPI استخدمناها ليت ماب. خلاص؟ طيب طب ليه ليت ماب؟ اول حاجه هي مقارنه كومبير تمام. وعندي هنا في تفاوت في المستوى بتاعت الكي بي ايز. عندي واحد مثلا جايب الكي بي ايز كلها بتاعته. يعني كي بي ايز، الكي بي ايز دي اللي هي
تعال نقول مثلا ان انت دخلت شغل اشتغلت فيه، مطلوب منك ان انت تجيب تارجت بتاعك 80% مبيعات، 80% تاخد مكالمات، 90% ترد على العملاء. خلاص، دول التلاته اسمهم كي بي ايز. يبقى الكي بي ايز زي الحاجات اللي انت التارجت بتاعك المفروض تجيب فيهم رقم، دي اسمها كي بي اي. تمام؟ فهو هنا في مقارنه بين الكي بي اي، في تفاوت، في اللي يجيب 50%، 60%، 70%، وبدي كل واحد منهم لون مختلف. اللي مثلا ال 20% ده اكيد هيديله لون احمر، واللي جايب 100% هيديله لون ازرق، صح؟ فهنا بستخدم الكالرز ليه؟ للتصنيف، عشان كده بستخدم الهيت ماب. واضحه؟ طيب counts of order in each city، عدد الاوردرز في كل سيتي، الهيستوجرام تشارت. خلاص؟ واضحه؟ طيب تعالى بقى الجزء بتاع اللي احنا ما شرحناش امبارح اللي هو الميك داشبورد. هتعمل الداشبورد بالباور بي اي بالشكل ده، تمام؟ بس هتبعتها في ميل، اللي هو فاكرين حته الدوكيومنتيشن قلنا تو السبجكت والاتاتشمنت، سكرين شوت بالباور بي اي. بس انت هنا في حاجه، انا مش هبعت سكرين شوت، انت بتبعت بي دي اف، بتعمل اكسبورت من الباور بي اي للداشبورد بتاعتك. الريبورت اللي انت عملته، مش عملنا ريبورت، بنعمل فايل سيف از مثلا، ده اسمه اكسبورت. اكسبورت يعني ايه؟ باخد الحاجه من الملف بتاعي، او باخد الحاجه من البروجرام بتاعي. خلاص؟ فانا هنا بقول له تو انستراكتور ايميل، حط اي ايميل، السبجكت ريفيوينج ريبورت، والاتاتشمنت ريبورت دوت بي دي اف. التمبلت ده هيبقى موجود وجاهز وانت هتملاه بكره. بس هاخد السكرين يا مستر احطه هنا. مش سكرين، ماشي هتاخد سكرين، عشان هو المفروض انت ممكن ترفع ملف بي دي اف، بس ده يبقى ميل نفسه، فانت هتاخد سكرين وترفعها. مش ايميل ده، دي تمبلت. ايه؟ هو بكره اصلا مش جاي تايتانيك، هو بكره هيجي لك اي مثال تاني. ايوه صدقتها خلاص فاهم بس ماما طيب خلينا نخلص شغلانه المجندل دي عشان نروح. الملف هيبقى ايه؟ ملف، اسم الملف هنا ريبورت دوت بي دي اف، وده سكرين شوت تاخديها من الداشبورد بتاعتك. لا يبقى حاجه ثانيه. بس اقول لكم حاجه، تعالى هنرجع برضو حته ايه؟ حته الشكل اللي اتعمل ده اتعمل ازاي؟ هنتكلم عليه في العمل دلوقتي، ان بكره هتمتحنوا نظري وعملي مع بعض. خلاص؟ طيب الجزء الثالث بقى، وده اخر حاجه تمتحنوها بكره، using support power BI resources. دلوقتي هات لك، بص هات لك بريد في وشك، اقعد ساكت. بص هنا كده عندي حاجه اسمها كلمه هيلب. اول ما افتح الباور بي اي وقلت بفتح باور بي اي ديسكتوب، خلاص؟ طيب هاجي هنا كده وعندي كلمه جيت داتا، بدوس عليها، وعندي كلمه امبورت داتا فروم اكسل، او كلمه جيت داتا بدوس عليها. تمام؟ دي او دي. خلاص؟ هنا بختار الفايل بتاعي، ادي الفايل بتاعي. تمام؟ سيبه ده دلوقتي عشان هنجرب عليه جزء العمل اللي عامله في الداشبورد. تمام؟ طيب نعمل لود. تعالى هنا شايفين كلمه هيلب؟ هتقف عليها، استنى بس لما اخلص اللودنج. عشان انت عملت اكسل هو سي في اصلا. ايوه مش هو الملف سي في وانت عامل اكسل. مفيش الكلام ده يا حبيبي. والله العظيم انت عملت اكسل هو سي في.
بص الصوت. طيب واضح ان انا عندي في مشكله في الابلكيشن نفسه او في البروجرام نفسه، ملوش علاقه خالص بالسيل والحاجات دي، في مشكله. حبيبي هو مش هيفتح اصلا. المهم خلينا نتكلم بس في حته ايه، في حته الهيلب دي. تعالى كده بصوا، اول حاجه لما اقول لك هنا السؤال بتاع يوزنج سبورت باور بي اي ريسورسز، هتدوس على كلمه هيلب وهتلاقي في قائمه ظهرت لك من تحت، في حاجه اسمها كونسلتنج سيرفيس. هتيجي تاخد سكرين شوت من الجهاز بتاعك للسكرين دي وتعمل لي سهم على كلمه هيلب وتقول لي دي اول خطوه هعملها ودي تاني خطوه، بس كده خلاص. عشان مش مش هتنفذيها لا. تاني هنا بيقول لك يوزنج سبورت باور بي اي ريسورسز. سبورت اللي هي الهيلب في اي ابلكيشن او في اي بروجرام، حتى لو دخلت على الوورد هنا كده هلاقي في حاجه عندي اسمها هيلب، تلاقي علامه استفهام موجوده هنا. تمام. ايا كده بدوروا بقى عليها انتوا ايه مع نفسكم. خلاص علامه الاستفهام دي لو دوست عليها كده بيجي لي ايه؟ مايكروسوفت وورد هيلب. خلاص. فهو ده الهيلب جايد بتاعك، فانا عايز اجيبه من الباور بي اي اللي هو اسمه سبورت. هفتح الباور بي اي بتاعي تمام بالشكل ده. تطلع من عند برضه. بس هو في حاجه وهنا اصلا بيفتح ريبورت دوت بي بي اي مش دوت سي اس ولا اي حاجه. المهم هاجي عندي كلمه هيلب هنا ادوس عليها ظهر لي دي، هقف عليها كده واخد سكرين شوت، وبعد كده ايه بعد ما اخد سكرين شوت بالشكل ده هاجي على الجهاز بتاعي مثلا وعندي كلمه اسمها سكرين سناب او سكرين سناب، ادوس عليها واروح واخدها بالشكل ده. خلاص. تظهر معايا هنا، اروح داخل عليها بالشكل ده كده واروح عامل ايه بالماركر ده، هقول ان ده كده ده رقم 1 وده رقم 2. خلاص. بعد كده اخدها كوبي من هنا من غير ما اسيبها، اخدها كوبي واروح ارميها فين؟ في الجوبيتر. خلاص. طيب ادي اخر سؤال كان في الاسسمنت اللي ان شاء الله بكره تمتحنوه. يبقى كده نرجع تاني مراجعه سريعه. خلينا كده هنا من الاول تاني. دي فيها اي مشكله؟ لا مش ما فيهاش اي مشكله. طيب دي فيها اي مشكله؟ ما فيهمش اي مشكله خالص. وكل 4 انواع مع بعض هيقول لك ايه دول عباره عن ايه. مثلا هيعلم انت صغيره في الطلبه دي؟ صغير. لا صغير. مستر دول على مفهوميه. هو سهل. الفيديو اللي بتاع امبارح مش هيجي منه. ايه؟ الفيديو بتاع امبارح مش هيجي منه. حمار ما احنا كنا بنتكلم فيه امبارح، ده نصه متكلمين فيه امبارح كله. يعني هيجي برضه الفيديو بتاع امبارح والفيديو ده الاثنين. يا ابني هو فيديو امبارح بتاع امبارح هو ده. مستر تمام يعني. ما لا مستر ده امبارح فيه اسئله زياده اللي هي بتاع كواليتيف الكلام ده. دول امتحنوه الكواليتيف والكوانتيتيف والانواع الداتا تايب تمتحنوه الجزء الثاني يوم الاثنين او يوم الاحد ايا كان اليوم اللي هنحدده. بكره الجزء ده بس. فيديو. خلاص.
طب يا مستر اللي هم دول اللف ده بس. ايه؟ سكرت فيديو بعد الشيت ده بعد الاثنين. ده الماتشنج التوصيل. ودي حته اللي الميك داشبورد انك تعمل الميك الداشبورد دي اللي هي الجزء ده اللي هنجربه دلوقتي مع بعض عمل. خلاص اللي احنا جربناه امبارح هنجربه تاني دلوقتي. هيجي عليه ما قلت لك هجيب لك اي حبيب اي ريسيت تشتغل عليها. خلاص وبعد كده تبعت الداشبورد تاخد سكرين منها وتبعتها ايه كميل في تمبلت هيتبعت لك بكره جاهز في كلمه تو وسبجكت واتاتشمنت. لازم تكتب لي كلمه اتاتشمنت هنا ريبورت دوت بي دي اف دي لازم. خلاص وهنا نحط السكرين بتاعتك وتحط وادي السبورت. في حد عنده اي سؤال من الجزء ده قبل ما نطبق الجزء العملي؟ طيب جميلة بصراحة. طيب بالنسبه لموضوع التشارت او العمل اللي هتعمله بكره باذن الله الداشبورد مش شرط انك تعمل دونت تشارت. اي تشارت عايز تعمله اعمله بس اهم حاجه تضيف لي ايه سلايسر. سلايسر تضيفوا لي مثلا اقول لك عندي سلايسر مثلا بالايدج او سلايسر باي حاجه. ده اهم حاجه تضيفها لي بكره. لكن اي لاين تشارت او اي تشارت عامه براحتك اشتغل عليه. 1 2 براحتك. خلاص انا واقف في فيديو حد كده وكده يبقى انت جزء الاسسمنت خلاص كده عايز اتكلم. جزء الاسسمنت كده خلاص خلص بشكل نهائي. الجزء الاول والجزء الثاني بتاع بكره وبتاع اليوم الثاني اللي هنمتحن فيه كان يوم الاثنين او يوم الثلاثاء او ايا كان اليوم اللي هنمتحن فيه الثاني. خلاص بكره نظري بس يا مستر ولا تعمل